واحده من الاستراتيجيات الخاصه باداره المشاعر الريبليس. انا كمدير امتى استخدمها مع التيم بتاعي؟ تعال نتخيل ان واحد اول مره تديله التاسكيه دي، تقول له روح اعمل كذا كذا كذا، تمام؟ راح اجتهد وبذل مجهود في ان هو يعمل، هو فعلا وصل ل 60% مثلا من النتيجه اللي انت عايزها. انت كانت النتيجه اللي انت عايزها المرضيه ليك 80%، بس تخيل ان ده اول مره يعمل التاسك ده وصل ل 60%. في العادي اللي انت طول الوقت بتديهم التاسك ده بيوصلوا ل 70%، بيبقى ده اخرهم. فده معناه ان هو ايه؟ بوتنشال انك انت تقدر تبني عليه. لما جيت تديله فيدباك، انت في الحقيقه كنت محبط، والاحباط ده وصلك انك تبقى متضايق، بس مش متضايق منه ومش محبط منه، انت محبط ان النتيجه اللي انت عايزها ما وصلتش ليها وانت كنت عايز توصل ليها دلوقتي. فلما جيت تديله فيدباك قلت له تسلم ايدك، هل انت هنا بتقول المشاعر الحقيقيه بتاعتك؟ بتقول مشاعر عكسها تماما، صح؟ انت ليه هنا اخترت انك تقول مشاعر غير اللي جواك؟ انا كنت عايز نوصل لنتيجه 80، بس هو اول مره ايه؟ اول مره يعملها. هو اداني 60 دلوقتي، لو قلت له ان انا محبط ومتضايق، ده هتروح جاي ضربه فين عنده؟ في كفاءته، فهتخليه يشعر بعدم الثقه في الاداء بتاعه.